طبعا زي ما انتم اخترتوا في الاستفتاء اللي عملناه على اليوتيوب، هنعمل النهارده تيست اختبار اختراع على كاميرات المراقبة. ولكن الأداة اللي هنستخدمها دي اللي هي الكام هاكرز، أداة بتجيب الكاميرات اللي أمانها ضعيف. طبعا في الفيديوهات الجاية هنستخدم أدوات أقوى من كده بكتير جدا، بس حبينا نبدأ تدريجيا. ما ننساش التنويه، كل اللي بنقدمه لغرض تعليمي فقط، ما نستخدموش لأذية الناس. هنفتح الكالي بتاعنا تيرمينال ونكتب الامر ده. طبعا كل الاوامر هسيبها في جروب التليجرام، وهسيب لكم لينك الجروب تحت في الديسكريبشن. اي حد عايز يسأل عن اي حاجة هيلاقي لها اجابة باذن الله، وبرضه هيفيد اي حد عايز يتعلم اننا بننزل الاكواد عليه. نرجع لموضوعنا ونكتب الامر sudo apt update. انا هنا طبعا عندي ما خدش وقت، لكن انتوا عندكم لانكم ممكن تكونوا ما عملتوش ابديت من فترة ياخد وقت عن كده، ياخد مثلا دقيقتين. بعدين هننزل اداة الكام هاكرز، هنكتب git clone https://github.com/angle-security-team/cam-hackers، وبعدين ندوس انتر. انا عندي هنا بيقول ان الاداة اوريدي موجودة عندي، بس انتوا عندكم ما هيبدأ تحميل يعني. عشان ندخل على الاداة نكتب ls. طيب عايزين نثبت البايثون 3. طبعا انا مثبته، بس عشان لو حد مش مثبته نقول الامر. هنكتب sudo apt-get install python 3. بعد ما تخلص تحميل معانا نفتحها، نكتب ls ونشغل اداة الكام هاكرز. نكتب cd كام هاكرز، بعدين ندخل جوه الاداة نكتب ls تاني. عايزين ننزل ملف التكست، هنكتب pip install space-r requirements.txt لو تكست. اخر امر هنكتب python 3 cam-hackers.py، وهنا يكون ظهر لنا كل دول العالم. هنبدأ ان احنا نحدد او نختار اي دولة، اي حاجة، مثلا نختار دولة اشباه الرجال هنا ونكتب 18. ندوس كليك يمين على اي لينك ونفتحه في المتصفح، وبكده نكون فتحنا كاميرات المراقبة بأداة بسيطة جدا وسهلة اي حد يستخدمها. سلام.